كان في ست بيت أصيلة اسمها كريمة. صحتها تعبت شوية فقررت تجيب حد يساعدها في شغل البيت. جات لها بنت شكلها غلبان ومكسوة الجناح اسمها سماح. سماح كانت بتشتغل بجد وأدب، وكريمة كانت بتعاملها زي بنتها، بتأكلها من أكلها وبتدود عليها بهدومها. وفي يوم كريمة لاحظت إن خاتم دهب غالي عليها ضاع، وسماح حلفت 100 يمين إنها ما شافتش حاجة، وبدأت تعيط وتقول: أنا يتيمة يا ست هانم، هسرقك. كريمة صدقتها، بس جوزها عصام ما كانش مطمن لدموع سماح. عصام كان مركب كاميرا صغيرة جدا جوه برواز صورة في الصالة من غير ما حد يعرف، حتى كريمة نفسها. وفي ليلة سماح كانت فاكرة إن الكل نايم، وقامت سحبت بلاطة من تحت السرير في أوضة النوم، وطلعت منها كيس أسود فيه كمية دهب وفلوس مهولة. مش بس خاتم كريمة، ده كان دهب الجيران كمان، اللي سماح كانت بتدخل عندهم بحجة إنها بتساعدهم. الصدمة ما كانتش في السرقة بس، الكاميرا سجلت سماح وهي بتكلم حد في التليفون وبتقوله: خلاص يا معلم، بكرة هحط لها المنوم في الشاي وافتح لك باب الشقة عشان تخلص على العفش كله. سماح ما كانتش غلبانة، دي كانت عين لعصابة كبيرة بتدخل البيوت بوش ملاك عشان تفرغها من جوه. عصام وكريمة استنوا لحد ما سماح فتحت الباب للمجرمين، والشرطة كانت محاصرة العمارة وقبضوا عليهم متلبسين. سماح وهي بتتمسك وشها اتغير وبقت زي الأفعى، وبصت لكريمة بشماتة وقالت لها: انتي اللي هبلة وبتصدقي أي حد. اكتشفت إن مش كل عين بتعيط بتبقى صادقة، والوش الملاك ساعات بيخبي وراه شياطين، والحرص في بيتك هو اللي يحميك من غدر الأقرب ليكي. دي كانت حكاية النهاردة اللي بتعرفك إن الأمانة عملة نادرة، والستر نصيب اللي بيفهم اللي قدامه قبل ما يدخله بيته. استنونا في قصة جديدة بمغامرة تانية من حكاوي مايا.